السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المباراة الثانية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024. على الرغم من الهجوم الإعلامي على أداء المنتخب الوطني في أول مباراة قصاد موزمبيق، طبعا كلنا كنا مستنيين ردة فعل وشراسة هجومية واستحواذ وكورة متعة، اللي احنا شفنا عكسها خالص في الشوط الأولاني. علشان احنا منتخب مصر هو اللي يحط نفسه دايما في الوضعية الصعبة دايما. لما يبقى في ايدينا ان احنا ممكن نخلص الماتش او ان احنا نفرض اسلوبنا، مش بنعمل كده غير لما احنا يبقى احنا خلاص مش باكيين على حاجة، مهزومين عايزين نتعادل، هنضحي وهنلعب كورة عشان غانا تجيب الهدف الاول، ويبقى احنا كده خلاص. لو ما تعادلناش اصلا يعني سيبك من الفوز بقى، انت كنت الاول عايز تفوز، دلوقتي انت متاخر بهدف عايز تتعادل. لو انت ما كنتش تعادلت او خلاص انت مش باك على حاجه، انت مروح مع اصابه محمد صلاح. طيب، ثلاث عوامل مهمين قوي دول اللي ساعدوا منتخب مصر ان هو يلعب مباراه كوره، يلعب مباراه كوره. اول حاجه اصابه محمد صلاح وخروجه. بعض الناس بقى اللي بتقول محمد صلاح مش عايز يلعب، محمد صلاح طلع، محمد صلاح عايز يروح ليفربول، محمد صلاح مش عايز يلعب في يا جماعه احنا مش حاجزين ساعه، احنا مش حاجزين ساعه، احنا مش حاجزين ساعه، طبيعي اصابه. هو حرام محمد صلاح يتصاب يعني؟ والنوايا دي وخلوها لربنا، يعني محدش يحكم على اللاعب اللي في هو ايه اللي لاعب مش عايز يلعب مع المنتخب، مفيش الكلام ده يا جماعه. ده نقطة إيجابية حصلت علشان المنتخب الوطني الثقة بتاعته ترجع له، علشان في وجود محمد صلاح كله مفكر محمد صلاح هو اللي في رجليه انه يخلص لنا المباراة، محمد صلاح هو اللي في هو اللي هيحدث الفارق. خروج محمد صلاح خلى الفرقة خلاص احنا لازم نلعبوا مع بعض، او فكرة ان اللي هيخلصنا مش موجود فاحنا لازم نلعبوا مع بعض. دي نقطة. النقطة التانية أو العامل التاني والمهم أوي أوي، خروج محمد النني. محمد النني بجد 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 يعني مستواه متخاذل ومتراجع لأبعد مستوى ممكن تتخيله. مش بيلعب في أرسنال على الدكة، مش بيشارك بشكل رسمي أو بشكل مستمر. جاي انت، لا انت رايح جايبهولي منزلهولي اساسي. انت ليه بتحسس؟ انت كده بتحسس اللاعب المحلي، او بتحسس اللاعب اللي هو واحد زي مروان عطيه او امام او حمدي فتحي، الناس اللي هي مستمره مع فرقها وبتدي مع فرقتها، بتعرفها ان لا المحترف جاي انت تقعد. طب هو اصلا المحترف ما بيلعبش، ما بيلعب، ما مش بيشارك، هتلعب على حساب الناس اللي محققه برونزيه وعلى الناس اللي هي عامله اداء كويس. دي نقطه. النقطه التانيه لمحمد النني ان هو دايما بيحلق على الكوره، مش بيقطع الكوره، مش بيحط نفسه في في اللعب زي ما بيقولوا، يعني بيشوف اللعبه بيحاول دايما ان هو ايه يحل عليها من بعيد. الهدف الاول من وجهه نظري انا محمد النني يشيله بنسبه 90%، ومحمد الشناوي بنسبه 5%، ومصطفى فتحي بنسبه 5%. 5% بتاعت مصطفى فتحي ان الكره كانت معاه، هو بترجع ليه يعني؟ انت عايز تخرم اللاعب ولا عايز ترجع تعمل ايه مع ان انت اصلا الكره تطلعها على طول. 5% لمحمد الشناوي، انا اول مره اشوف حارس ودي مشكله فيه وان هو في الاهلي مطلع عينينا بيها، اللي هو بيروح على الكوره كده مش عارف يمد ايده علشان يروح بالكوره. دي حاجه مع الرغم ان الكوره الصراحه بعيده. تالت حاجه محمد النني اللي هو كان ديفندر واللاعب قصاده ده بدل ما يعمل تاكلينج او لا ساب اللاعب يلف ياخد راحته ويلف ويشوط. طب ما انت وظيفتك ايه يعني؟ لو امام ما كانش سابه، انت شايف امام عمل ايه النهارده؟ لو مروان عطيه ما كانش سابه. دي نقطة. النقطة التالتة والمهمة بقى اللي ساعدت مصر انها ترجع، ان اللعيبة في الملعب وصل لها احساس بعد ما جابوا التعادل ان احنا نقدر، ان احنا موجودين. والله والله كواليتي لعيبة حرام ما تعملش حاجة، يعني حرام ان ما تعملش حاجة في كأس الأمم. انا الشوط التاني اتفرجت على كورة منتخب مصر فعلا حضر الشوط التاني فقط، فقط.
ما لعبش غيره. الشوط التاني ده هو الشوط الافضل حتى الان. المباراة خلصت 2-2، تعادل لمصلحة مصر. مصر جوه الحسابات، مصر جوه اللعبة. غانا نقطة. دلوقتي مستنيين كاف فيردي وموزمبيق. نشوف النتيجة. نتيجة موزمبيق وكاف فيردي هترتب عليها حاجات كتير قوي، ولكن مبدأ منتخب مصر للمباراة اللي جاية هو منهي. ان انا افوز عشان يبقى معايا 5 نقط اضمن الصعود. 3 نقط انت صعدت رسمي بدون الدخول في حسابات. طيب انت بقى عايز تستنى، طب افرض موزمبيق تعادل، طب افرض ده كان فيردي فاز، طب انا لو اتعادلت، طب انا لو عملت. ما تعتمدش على نتيجة غيرك. يعني ما نقولش ان احنا ممكن نتعادل نبقى 3 نقط وموزمبيق تيجي هزمة مثلا غانا. يا ريت المنتخب المصري يبدأ من حيث انتهى. خلاص اللعيبة دخلت اللي زي ما بقول دخلت المعمعة. اللعيبة خلاص ولفوا في الملعب. خلاص نثبت ان هنا على اداء يا ريت نبدا بيه. بغض النظر بقى عن اي بقى اسباب فنيه لمحمد صلاح او اللي بيحصل، بس يا ريت محمد النني يعني ما يشاركش. انا عايز اعرف احمد فتوح مش بيشارك ليه؟ يعني احمد فتوح ده مش بيلعب ليه؟ هل ده سبب فني؟ هل مصاب؟ مش عارف. يعني احمد فتوح اللي هو افضل باك شمال في حاليا في مصر، لاعب مصري، مش بيلعب، بتلعب محمد حمدي. طب بناء على اي اساس؟ وضح لنا، انا مش عارف. طيب محمد الشناوي ما يكملش البطوله. احنا ما وصلناش نهائي قصاد السنغال في افريقيا غير لما ابو جبل هو اللي كان واقف. ف يا ريت وزيزو ينزل. يا ريت الناس اللي هي عندها حلول، والناس اللي هي الاحسن والافضل تاخد حقها في اللعب، علشان ده منتخب مصر. مش بنلعب بالاسماء، احنا بنلعب كوره للمنتخب. وكل التوفيق للمنتخب المصري في المباراة اللي جاية.